يا صباح الفل والياسمين على عيونكم يا حلوين. النهاردة يوم جديد كده ويوم مشرق وحلو. وطبعا ما ينفعش الصباح من غير البيه اللي قاعد معايا العندي، الحيوان من الحيوان اللي اسمه كوكي. تمام. لازم يبقى معانا طبعا. اول ما البلكونة تتفتح تلاقيه يجري على طول. وكنت ضاربة متر البان يا ولاد كده اهو. حاجة كده ايه مش عارفة اليومين دول حباه. يعني النهاردة يوم كده جميل، روتين لذيذ كده هيعجبك قوي. يعني كده حاجة بسيطة كده خالص. الشمس ما شاء الله كانت حلوة قوي. فقلت بقى ايه، لا الواحد ايه غاسل كده غسلة. فالغسلة ديت نعملها فين؟ نحطها في البلكونة في الشمس. الحاجة كده ايه تنشف وتبقى جميلة وتبقى حلوة. فنحاول نستغل يعني ايه الفرصة. الواحد يعني اي نعم انا بحب اوي موضوع المنشر اللي جوه ده اللي هو بيبقى في البلكونة. بس بعد كده قلت لا خلينا بقى ننشر، يعني المنشر اللي هو البلاستيك ده ولا اللي بيبقى حديد ده. بيبقى حلو قوي بصراحة، ويوفر على الواحد انه يطلع وينزل ويخش ويلبس طرحة انتي بتبقي جوه البلكونة مقفولة وتجيها على طول. تمام. بس زي ما انت شايفة بقى كده ايه، قلت لا يلا بينا ننشر بقى ملابسنا وغسلنا ونظبط حالنا. ونبدأ بقى اليوم كده على خير ان شاء الله بإذن الله. اليوم النهاردة مختلف طبعا، مش بادئ بقى ولا بفطار ولا بأي حاجة. اللي هو ايه يلا بينا. انا فجأة يلا انا عايزة اعمل حبة حاجات في البيت، طب اعمل ايه؟ يلا بينا نعمل روتين كده ايه نشجع بيه الناس. طبعا يعني رمضان خلاص على الابواب، كل سنه وانتم طيبين. حاولوا بقى بقدر الامكان ايه يعني حاولوا ان كنتوا مثلا تفرزوا حاجات، تفرزوا طماطم، يعني تظبطوا الدنيا. يعني حاولوا بقدر الامكان لان طبعا رمضان وقته ضيق وهيبقى في وقت امتحانات. فاللي يقدر يعمل حاجة يعملها. هنا كنت خلاص بقى قلت اخش اشرب كوباية شاي. فحطيت حبة مية في ال على البراد. واعزكم الله بغير الايه الكيس بتاع الباسكت بتاع الزبالة بحيث ان انا ارمي اللي هي القديمة. وحطيت لي جوه كيس جديد، وكان في كده طبقين صغننين من الفطار. تمام. وعندي برطمان بتاع اللي هو عارفين النسكافيه الجولد ده. طبعا ايه خلص البرطمان، يعني هقول لكم كده على حكاية كده اهو. البرطمان خلص خلاص. برطمان نسكافيه جولد كان بيتجاب ب65 ولا ب70 جنيه. طبعا انا ما كنتش اعرف سعره، يعني ما انا ما اشتريتوش يعني ايه كان احمد هو اللي بيشتري. ففجأة كده ايه خلص. قلت طب خلاص بقى يعني انزل اجيب في كازيون تحتينا، والبرطمان بتاعه بيبقى حلو قوي. انا بيعجبني قوي 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 بصراحة. فالورقة اللي عليه دي بتاخد معاناة عشان تطلع. فانا سخنت مية، عملت شغلت السخان. يعني لقيت مية سخنة بحيث ان انا ببوش البرطمان فيه. وبعد كده بشيل الورق اللي عليه. تمام. يعني بنقعه كده لحد ما يتشال. بصراحة بحبه قوي، يعني الغطاء بتاعه ذهبي. وشكل البرطمان حلو. فانا محوشة كده ايه 3 برطمانات على جنب، فده الرابع بتاعهم. كان نفسي اشتري الخامس بس ما قدرتش. هقول لكم دلوقتي ليه. قلت اعمل كوباية شاي، كنت مستنية بقى رودي عشان انزل اجيبها من الباص. اعمل كوباية شاي كده. تعدل دماغي بحيث ان الواحد يعمل كده ايه دماغ. بصوا قال يعني اللي هو عرق سوس شفاه وخمير. قال بصب الشاي يعني من بعيد زي كأنه عرق سوس. بس فزي ما انتوا شايفين بقى كده خلاص عملت الشاي ورحت نازلة ايه يا ولاد. نزلت فين؟ نزلت رحت كازيون. اشتريت منه قلت ايه هشوف بقى النسكافيه الجولد. تخيلوا لقيته بكام؟ يعني كان عامل 65 ولا 70 جنيه. عامل 112 جنيه او 100 حاجة و20 جنيه غالبا، يعني هو معدي 110 جنيه. فاللي هو صدمت، رحت رايحة شارية اللي هو مصر كافيه ده. مصر كافيه ده 100 ملي. بصي البرطمان قد ايه ب53 جنيه. ايام الرخص كان بحاجة و20 حاجة و30.
حلو يا جماعة، حلو. والبرطمان عجبني والله العظيم، البرطمان عجبني كبير كده، ممكن اخلل فيه اي حاجة. يعني الواحد زمان وهو صغير لما كان يشوف امه تشيل البرطمانات على جنب، ايه ده ومش ايه ده ده بسكويت بالفراولة، ايه ده ومش ايه ده. لما كبرت عرفت خلطة المحشي بقى دي انا بحب اشتريها، كانت عاملة 5.5، كانت حلوة قوي. واشتريت كاتشب ومستردة، وطبعا كيلو السفندي كان عامل 12 جنيه الاسبوع اللي فات، الاسبوع ده كان عامل 17.5. فاشتريت بصراحة النسكافيه اللي انتوا شفتوه دوت. انا بحاول استبدل دلوقتي، احنا في وقت غلا، مش بخل ولا حاجة والله، بس احنا في وقت غلا. حرام ان انا اشتري برطمان نسكافيه ب120 جنيه. ليه يعني؟ اشتريت اللي هو مصر كافيه ده وجميل. وعندي انا كورنر اللي هو الكوفي كورنر ده، يعني على قده كده هوت زي ما انتم شايفين. قلت بقى ايه، ارتبه من اول وجديد وانضفه. الرف اللي تحت دوت ده صدى لان البرطمانات اللي هي الصاج دي، معرفش، بحس ان هي من تحت كده بتصدي في الخشب. فمسحته كويس على قد ما اقدر، وبعد كده طبعا عالجت الموضوع، هتشوفوا دلوقتي ازاي ان انا ايه اتجنب موضوع الصدى الجامد ده طبعا. هو غالبا يعني، بص الصدى جامد قوي، مهما انضف فيه مفيش فايدة. فقلت لا بقى، يعني احمي الموضوع دوت بايه. مسحت طبعا الرفوف بتاعه الكوفي كورنر كويس قوي. يعني هو كوفي كورنر على قدينا على قدينا على قدينا. مسحت بالمناديل كويس زي ما انتم شايفين، بحيث ان هي ما تبقاش فيها ميه ولا حاجه. وبدات امسح اللي هي البرطمانات دي اللي انا بوريها لكم دي، التركي دي. هي حلوه وكل حاجه، بس ما اعرفش لقيتها عامله صدى. فبدات امسح بقى في الحاجات اللي هي الديكورات، اللي هي لمبه الجاز الخشب دي، والكنكه وطبق وفنجان. فعندي لقيت عندي اللي هي المناديل بتاعت السفرة ديت الورق، بس المناديل الورق بتاعت السفرة تحس انها عاملة زي الفوط، زي الفوطة كده شوية. فحطيتها كده في الأرضية، وحطيت عليها البرطمانات الصاج زي ما انت شايفة، وحطيت السكر جنبه. وطبعا النسكافيه مصر كافيه دوت. تحيا مصر يا عم. حلوة وجميلة مش وحشة، الحمد لله على كل شيء. الحمد لله ان احنا ما بنحرمش نفسنا. انت مش بتحرمي نفسك لما بتستبدلي منتج عن منتج. انت مش بتحرمي نفسك، انت بتجيبي بدل ما بتجيبي حاجة نسكافيه جولد ومش عارف ايه، طب ما ده نسكافيه عادي بيتباع عادي جدا ومفهوش اي مشكلة. فليه يعني ما حدش يقول ايه، لا وانا حاجة متعودة عليها فلازم اجيبها. بيتك اولى وعيالك اولى. في الغلا اللي احنا فيه ده، الواحد ساعات بيطلع في دماغنا ان احنا نستبدل البروتين اصلا. يعني تخيلوا، انا ساعات بيجي عليا وقت اقول انزل اجيب مشروم، والمشروم ده يديني بروتين زيه زي اللحمة والفراخ. زي الناس اللي هم ما بياكلوش الفراخ واللحمة، في ناس كده اللي هم الفريشنتال دول، ولا اللي هم تبع الخضار وبس. فالواحد بيحاول طبعا، انا مش هعمل كده، بس اللي هو يعني اللي اقدر استبدله استبدله. انا مش قادرة استبدل الفراخ بالمشروم والكلام ده. طب اعمل ايه؟ لا خليني في الحاجات اللي هي النسكافيه. البن مثلا، يعني البن ابو عوف ده كنا بنجيبه بحاجة و40 جنيه ابو عوف، اللي هي العلبة الربع. دلوقتي الربع ب100 جنيه، ولا مش عارفة ب90 جنيه. طب ليه؟ لا تعالى نجيب حاجة تانية. لازم تستبدلي، لازم عشان تعرفي تكملي. لان ربنا يرحمنا من الغلو اللي احنا فيه. الواحد بيقعد يفكر هيجيب منين ويعمل ايه ويخلي ايه، طب يبدل دي عن دي، طب بلاش ده. ورمضان داخل، ورمضان كل سنة وانتم طيبين، ده شهر الخير وشهر الرزق، ربنا يرزقنا ويرزقكم على خير. برضو الواحد موفر، علشان برضو في رمضان وارد ان انتي مش هتجوعي الناس اللي معاكي. وارد مثلا تجيبي بطاية تقعدي تاكلي فيها 4 ايام. لا طبعا مش 4 ايام، بس البط ده يعني ايه، زي طقس من طقوس رمضان يعني في مصر، ان لازم اول يوم ده يبقى بط ومحشي وجلاش وخير. لازم يعني انا بحوش الحاجة دي من دلوقتي. فاللي هو كل ما يبقى معاكي قرش انزلي هاتي حبة صلصة فرزيهم. اشتري بطاية كده صغنونة او وسط كده تقعد معاكي يومين، حلوة لأفراد البيت. وحاولي انك انت تستبدلي بقى يعني ما تحرميش بيتك، بس استبدلي.
طبعا زي ما انتم شايفين انا طبعا نظفت البيت، لفيت بالمكنسه كده كهربائيه في كل البيت، بس طبعا ايه على قد ما قدرت جبت لكم يعني. السراحه هنا كانت مش عجباني بصراحه، وايام المدارس الواحد ما بيقدرش يتحرك. ايام المدارس الواحد لو قدرت اقوم من مكاني، يا دوبك انت مسافه ما تقومي تنزلي باص تنامي ساعه ولا حاجه ولا ساعتين، وترجعي تاني تدوري على المدارس، وبعد كده الهوم وورك وتذاكري، وتلاقي فجأة المغرب ادن، تقومي تتغدي، العشاء دخل عليكي خلاص انتهينا، مفيش شوية تلاقي نفسك بتعملي اللانش بوكس، يلا تنامي، تصبحي على خير، اليوم هكذا دواليك دواليك دواليك. فكان شكل السراحة ما كانش عاجبني خالص. وعندي بقى ولادي لما يجوا يلعبوا طبعا ولا حاجة، ولا معرفش بيمسكوا حاجات يروح حاطينها على الازاز بتاع السراحة، فده طبعا مخليني ايه منرفزني، وعلقت على الموضوع دوت، واللي هو يعني لا بقى، يعني شكل السراحة ناقص لها تتكلم وتقول لي قومي، بدل ما اخد بعضي واخد برفاناتي ومكياجاتي وامشي من البيت، يعني قومي نظفيني علشان ما ايه ما اعملش معاكي الجلاشه. فقمت بقى هي اللي هي السراحه، يعني بصوا كل يوم انا بعمل حاجه، بس اليوم ده كان يوم خميس، فرحت ايه لفه كده بمكنسه كهربائيه وطوقت البيت كده، ولمعت على قد ما اقدر وخلاص، اللي هو الحاجه اللي هي بتنطق بتقولي كفايه، يعني قومي نظفيني قومي شيليني، بس غير كده الغسيل طبعا اهو زي ما انتوا شفتوا 12 اول النهار، وكل سنه وانتم طيبين. فتخشي بقى على الهوم ورك والحاجات دي كلها، ربنا يعني يجازينا خير على تعبنا وعلى جهدنا، الله المستعان يا رب العالمين. بدأت ارص بقى هنا هوت الحاجة، خلاص بقى كنت خلصت، بدأت ارصها تمام. طبعا معلش انا اسفة على الايه، على الاصوات دي، طبعا رسائل الماميز والجروبات اللي هم تحس ان هم مش عايشين غير عشان يعلقوا علينا. هنا بقى الغدا كنت مطلعه، عارفين انتوا الفراخ البانيه اللي بتتباع في فتح الله ديت، اللي هي اللي بتبقى مقرمشه، اللي هي زي اطياب، بس انا بجيبها من فتح الله اللي هو بيبقى عاملها يعني، بتبقى جميله قوي. كان الكيلو عامل 75 جنيه تمام. فاشتريت كيلو، وكان فيه قولوا 21 قطعه، 21 قطعه من البانيه ديت تمام. فحمرت، وكنت هخبز عيش سوري، يعني كنت هعمل عيش سوري عشان اعمل سندوتشات للعيال، بس بصراحة ما قدرتش، كان خلاص بقى المغرب داخل علينا، وما قدرتش بصراحة، ما يعني ما اكدبش عليكم. طلعت عيش بلدي عادي برضو ومفيش اي مشكلة، سخنته بالمقص، وعملت سندوتشات مع حبة خيار مع حبة كاتشب بمايونيز وخلاص. لا مش مايونيز، مستردة. وكل سنة وانتم طيبين، اليوم خلص، ناكل وخلاص على كده. فاتمنى الفيديو يكون عجبكم، اتمنى ان انتي لو لسه جديدة عندي تعملي لايك للفيديو وتشتركي معايا في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. انا بقالي 4 سنين بقول الحوار ده، فالله المستعان. اكيد ربنا شايل لنا الخير يا رب ان شاء الله باذن الله. بس خلاص الواحد ادمن. بصوا هنا بقى دوت مش عايز يفتح معايا، قلتوا على ايه، حط هنا هوت كله على بعضه واقفل السندوتش، احنا ناقصين ده، احنا عيانين لوحدينا. بس يا ست الكل زي ما انت شايفة كده، احلى حاجة في الدنيا اكلة كده جميلة وحلوة تعجبك على خير ان شاء الله بإذن الله، واشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله، ويلا سلام.